لما اتفرجت على برومو فيلم محمود التاني، هو مش فيلم محمود التاني ده قصته هي بالظبط قصة فيلم شيكامارا بتاع مي عز الدين، اللي هي برضو نفس قصة الفيلم الاجنبي تريدنج بليسز. والقصة دي اصلا اتعملت من زمان قوي، ده من ايام اسماعيل ياسين كان عنده فيلم اسمه المليونير، واحد غني وواحد فقير وبدلوا الادوار بينهم. هي التيمة متكررة ومحلوبة، مش عارف والله، على رأي تباهي تحس السينما المصرية زنقة نفسها في حتة كده، مش عارف ليه. فيلم محمود التاني نزل البرومو بتاعه، والفيلم ده اتقال ان هو هينزل يوم 12 اغسطس، وبكده ده هيعتبر تاني الافلام المصريه اللي هتنزل في السينمات في شهر اغسطس، لان اول فيلم هينزل اللي هو كمان كام يوم فيلم الجواهرجي بتاع محمد هنيدي ومنى زكي. فيلم محمود التاني بطوله كزبره، احمد غزي، تامر هجرس، كارولين عزمي، وضيف الشرف نور النبوي. يعتبر الفيلم ده هو تقريبا نفس الكرو بتاع فيلم الحريفه، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني. انا هنا مثلا بتكلم عن المنتج، هتلاقيه هو طارق الجنايني اللي كان نفس المنتج بتاع الجزئين الحريفه. والفيلم برضو تأليف اياد صالح اللي هو نفس المؤلف بتاع الحريفه 1 والحريفه 2. يمكن احنا غيرنا بس المخرج، لان محمود التاني اخراج عبد العزيز النجار، وده يمكن اخر حاجه هو كان اخرجها مسلسل نص الشعب اسمه محمد. وزمان خالص كان في برنامج اللي هو امين وشركاء، هو كان بيخرج السكتشات الموسم الاخير. قصه فيلم محمود التاني باينه من الاسم، هي بتحكي عن شخصين اسمهم محمود، واحد من ايجيبت لايك كده والتاني من مصر بقى. الاتنين بسبب اسمهم وبسبب الاختلافات الرهيبة اللي بينهم بتحصل صدفة معينة او حاجة معينة بتخليهم يبدلوا الادوار، اللي من مصر يروح يعيش في ايجيبت او عيشة ايجيبت، واللي من ايجيبت بينزل يعيش في مصر. وهنا بقى بتتوالى الاحداث والمفارقات. اول تعليق كده ان القصه بتاعت فيلم محمود التاني هي قصه عاديه جدا ومتكرره كتير جدا، يعني هي تعتبر تيمه كمان، لان هي اتعملت في افلام مصريه جديده وقديمه، واتعملت في افلام اجنبيه، واتقدمت في مسلسلات اللي هي تيمه حد غني حد فقير، ونبدل ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. انا مش هتوقف برضو كتير عند القصه او عند التيمه، لان ده يعتبر فيلم صيفي زي كل الافلام الصيفيه. الجمله اللي احنا دايما بنقولها، ما بيبيعليش فكره القصه، هو بيقدم نفسه كفيلم كوميدي. المشكله بقى في قصه زي دي وانت بتحاول في محمود التاني تقدم فيلم كوميدي والغني والفقير، انت هتضطر غصب عنك هتتزنق في حته انك تكرر نفس الافيهات اللي اتعملت من كذا سنه. يعني مثلا انا وانا بتفرج على البرومو، هي لقيت القيمه كلها بتاعت الضحك جايالي من سكه ان ده غني وده فقير ومش فاهمين بعض. يعني الاقي مثلا احمد غزي في المنطقه الشعبيه حد بيقول له لابتوبات، فبيقول لابتوبات ده جمع لابتوب. او الاقي كزبره مش عارف قاعد مع واحده غنيه فبتقول له انت عندك فوبيا، قال لها لا انا عندي عربيه. فالمشكله هنا في انها قصه مكرره، انك زنقت نفسك في الافيهات اللي اتعملت كتير جدا. مش بقارن دلوقتي بفيلم شيكامارا، لان فيلم شيكامارا اصلا ما كانش فيلم حلو ولا كان بيضحك ولا افاته كانت عدله. بس خليني اقول لك مثلا في مسلسل نيلي وشريهان، هو ما فيهوش تبديل ادوار، لكن في لعبه البنت الغنيه والبنت الفقيره. 30 حلقه لعبوا في منطقه الضحك دي وطلعوا كل الافيهات اللي اعتقد بعدهم ما فيش حد ينفع يعملها دلوقتي لمده 10 15 سنه، لانهم غطوا الضحك ده كويس قوي. الذكاء اللي كان في مسلسل نيلي وشريهان انهم ما اعتمدوش بس على الضحك ده، كذا خطوط مضحكه. يعني هتلاقي مثلا علاقه دنيا سمير غانم بمصطفى خاطر كانت مضحكه، علاقه ايمي سمير غانم ومحمد سلام، شخصيه سلوى خطاب، وضحك كتير جدا بقى، والبحث عن الكنز. ده اللي اتمنى انه يحصل هنا في فيلم محمود التاني، ان ما نلعبش بس على منطقه ان ده غني وده فقير، وازاي الغني شايف الفقراء وازاي الفقير شايف الاغنياء، انها منطقه محلوبه. اتمنى يكون في كذا خط، او على الاقل خط تاني يطلع منه ضحك. ان كنت انا مش متوقع ده، لان اللي شفته في البرومو كله ضحك جاي من السكه دي، ولكن صعب انك تحكم من برومو دقيقتين او اقل من دقيقتين على فيلم، فده هيبان لما الفيلم ينزل. رغم اللي انا بقوله ده واللي هو يعني لا يدعو للتفاؤل من وجهة نظري، الا انه لما اجي ابص كده على فيلم محمود التاني، الفيلم ده المنتج عارف هو بيعمل ايه. الفيلم ده غالبا كمان هيجيب ايرادات كويسه، انه واضح جدا من البرومو اختيار الادوار انه انت متارجت جين زي بشكل اساسي. انت جايب كزبره اللي فيه فئه من جين زي كبيره جدا بتحبه، وجايب احمد غزي اللي هو فيه فئه تانية برضه وتحديدا بنات من جين زي بيحبوه، وجايب لي برضه في الاغاني عصام صاصه. فانت متارجت الناس دول وهتعرف توصل لهم. فدي حاجه تحسب لذكاء صناع الفيلم، ان انا عارف انت مش فارق معاك القصه، مش فارق معاك حاجه، حتى لو الضحك مكرر بس هو هيوصل للجيل الجديد، هو مش متارجت اي جيل اللي شاف الحاجات دي قبل كده. وكمان اعتقد من الحاجات اللي هتخدم الفيلم ده كويس قوي ان هو يعتبر المنافس الاساسي بتاعه فيلم الجواهرجي. هو فيلم الجواهرجي هينزل بعدها باسبوع على طول هيبقى فيلم محمود التاني، وانا بشكل شخصي مش متفائل بفيلم الجواهرجي. هو طبعا ممكن محمد هنيدي يعمل معجزه، يعمل كومباك قويه جدا، بس لو هنقول يعني على المتوقع الشيء البديهي ان اكيد ده هينافس بشكل قوي جدا فيلم الجواهرجي، وان
ناس كتير اصلا مش متفائلين بمحمد هنيدي ولا بقينا مربوطين قوي بافلام محمد هنيدي. لكن حته الايرادات دي كده محدش بيقدر يتوقعها، بتبان لما الفيلم ينزل، وكده كلهم بيهبدوا بيقولوا احنا الاعلى ايرادا، فمحدش بيعرف يعني. لو هتكلم بقى عن الفريق التمثيلي، انا هتوقف عند تامر هجرس. بصوا يا جماعه، انا مش من محبي تامر هجرس، بس مش معنى كده ان انا بقول ان هو ممثل فاشل، بالعكس على فكره هو ممثل شاطر، وعلى الرغم انه مش سوبر ستار، بس بحس ان هم بيجيبوه او هو بيختار الادوار اللي شبهه واللي بيعرف يأدي فيها، يوصل لك الشخصيه لو حتى هتسترخم الشخصيه هو بيعرف يعمل ده كويس. بس انا بشكل شخصي مش بحب اتفرج عليه، مش تقليلا منه ولا بقول حتى ان هو شخص وحش، بالعكس انا لما شفته في اللقاءات لقيته انسان عادي جدا يعني، بس هو لما بشوفه في فيلم مش بتفائل قوي. لو هروح بقى عند البطلين، الاثنين بالنسبه لي ليهم حاجات مميزه. يعني كزبره انا بشوفه عنده منطقه كوميديه حلوه جدا، وليه كده كوميديا عفويه لطيفه، بس مش بشوفه ممثل تقيل ولا قادر اشوفه بطل. لما كان عمل حتى بطوله مسلسل في رمضان اللي فات، بجد المسلسل كان وحش جدا، لا حقق جماهيريه ولا كمان لو انت يعني عصرت على نفسك ليمونه واتفرجت هتلاقي المسلسل كان عادي. ده يخليني اخاف. زائد احمد غزي ممثل شاطر جدا وبيقدم دراما حلو جدا وعنده حضور كويس، بس برضو انا مش قادر اشوفه بطل لوحده يشيل فيلم. يعني حتى في الحريفه هو كان كذا حد مع بعض فتمام، لكن عليهم هما الاثنين دي انا مش قادر اتفائل. الاثنين سواء كزبره، رغم ان في ناس كتير عندها تحفظات على كزبره، واحمد غزي، كنت اتمنى نصبر شويه على حته البطوله، لان لما بنخش في السينما ولو خيشنا لو البطوله ما نجحتش خلاص انت بتتحرق، ما رجعش بقى بطل خلاص. وكنت شايف الاثنين ممكن يطلع منهم حاجه كويسه. عموما اللي انا بقوله ده رايي انا الشخصي، لكن انتوا بقى اكتبوا لنا رايكم في التعليقات. هل انت شايف الفيلم ده محمس جدا بالنسبه لك، او لما شفت البرومو عجبك؟ ولو هقارن بينه وبين فيلم الجواهرجي، ايه الفيلم اللي انت تميل ليه اكتر لو انت قدامك هتخش السينما او هتتفرج على واحد بس؟ هتتفرج على محمود التاني ولا على الجواهرجي؟ اكتبوا لنا ارائكم في التعليقات. مؤخرا في السينما المصريه من المشاكل اللي واضحه جدا فكره انك ما بقاش عندك صناعه النجوم. يعني بقت الموضوع سريع قوي، انت عايز تجيب حد عامل نسبه مشاهده او عامل ترند او واكل اليومين دول، يلا اديله بطوله، نجح كملنا معاه شويه لحد ما يتحلب، ما نجحش مش مشكله ارميه وهيطلع اي حد ترند تاني وكبره. ده ما بيصنعش نجوم. انك لما تيجي تشوف النجوم، يعني لو هرجع مثلا لجيل سقا ومنى زكي وكريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، الناس دي اتفحتت كويس جدا على ما توصل للبطوله. ما كانش النهارده طلع بكره بطل. تلاقي السقا مثلا ده اشتغلوا بتاع من اوائل التسعينات لحد اوائل الالفينات، فين لما بقى بطل؟ ده ميزته ايه؟ اولا بيخليه الموهبه بتتقل، بيعرف يختار، فيه خبره، فلما يطلع يعرف بقى يكمل او يبقى نجم. مش بتكلم بس على السقا، انا بتكلم على الجيل ده كله يعني. وحتى وهم نجوم، رغم شوف هم اشتغلوا على نفسهم ازاي، برضه ساعات بتخيش منهم. ما بالك بقى بحد لسه طالع اول امبارح فجاه بقى ترند، فجاه بقى نجم، اكيد اختياراته مش هتبقى افضل حاجه. وده انا شفته فعلا لما كزبره خد البطوله في المسلسل اللي كان في رمضان اللي فات. وعلى فكره مش بس الجيل بتاع السقا وياسمين عبد العزيز، يعني حتى انت هتلاقي مثلا محمد سلام ومحمد فراج، ما هو دول يعتبروا جيل بعدهم، خدوا فتره كبيره على ما وصلنا لحته البطوله. عندك مثلا طه الدسوقي، ويشوف لحد دلوقتي برضه هو لسه مش بطل لوحده، بس هو بقاله قد ايه بيشتغل. بالمناسبه حتى عصام عمر اللي الناس كتير بتتخيل ان هو فجاه بقى بطل، لا هو لما ترجع الراجل ده بيشتغل بقاله كتير، تقريبا فوق ال10 سنين، حاجات صغيره بس هو كان شغال. انا بحب فكره انك تطلع وتبقى عندك كاريزما ولطيف، تشتغل على نفسك، لما تبقى بطل عندك الاستعداد لده تبقى بطل. الاستعجال ده لو بيظلم حد فهو بيظلم الممثل اصلا. يعني واحد زي كزبره ده انا بقول عنده مساحه كوميديه مختلفه، بس لسه محتاج يتصنفر ويتظبط. السرعه دي هتحرق، هتخليه ينتهي بسرعه، وقيس ده بقى على ناس كتير. وبرضه هرجع اقول ده رايي الشخصي، انتوا شاركونا بارائكم في التعليقات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. فيعني معاك وقت جهد باقه طاقه، خد لك لفه قول لي ايه اللي عاجبك مش عاجبك، نحاول نظبطه. وبننهي وبنختم بالكلمه اللي مش لطيفه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.